تحية لكم في مستهل نشرة الأخبار من قناة الدلتا الفضائية في طنطا. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس في إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات مع المواطنين وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب. لأن ربنا موجود. ربنا إيه؟ موجود. وتحلم ويحقق لك حلمك لما تجري عليه، وتحلم وكل ما حلمك مخلص وأمين وكمان جميل هتلاقي ربنا بيساعدك. هتلاقي مين؟ ربنا بيساعدك، وربنا فوق الكل بقى، صاحب الملك كله. احلم، كلنا نحلم ونجري على حلمنا وربنا موجود ان شاء الله بمجبور الخاطر. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. زي حضرتك يا سيادة الرئيس. اهلا وسهلا. حضرتك ده شرف لينا جميعا ان حضرتك تبقى موجود معنا النهارده. اتفضلي. حضرتك انا نعمة امام من حي الاسمرات، مامة محمد في مبادرة الجيل الجديد، وانا قاعدة في حي الاسمرات، وده شرف ليا ان انا اكون موجودة في حي الاسمرات. انا بشرف بيه في اي حتة ان انا من حي الاسمرات، والبركة بحضرتك. طب انا هقول لك بس عشان قبل ما تكملي كلامك، والله العظيم انا بحلف ده الشرف لينا ان احنا نقدر نجيب الناس وتقعد في الاسمرات وفي كده. انا بحلف بالله. ربنا يخليك لينا يا رب. يخليك. ربنا يخليك. حضرتك معايا ابني برضو في مبادرة الجيل الجديد، كنت حابة اتكلم عن اللي احنا حاسين بيه. اتفضل. حضرتك غيرت المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، واحنا كمان اتغيرنا، وكمان المبادرة بتعيد تربية اولادنا. بجد يا ريس مفيش كلام يوفي حق حضرتك فعلا. ربنا ينصرك يا رب. شوف انا هقول لك على حاجة. اتفضل. انا كنت المفروض ان انا يعني ارحب بكم الاول واقول لكم كل سنة وانتم طيبين جميعا ورمضان كريم، وكمان اقول لاشقائنا المسيحيين واهلنا لان هم كمان صايمين زينا كده، فهم كل سنه وهم طيبين. صحيح. لكن عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. احنا زي ما قلت ليوسف كده، احنا كنا بنحلم بالموضوع دوت وربنا سبحانه وتعالى اراد، بس كل ما هتعملوا اكتر انتم بقى، انتم مع نفسكم ومع اولادكم، هتبقى هتخلوا الحلم ليه معنى أكبر من كده بكتير. كما تفقد الرئيس السيسي معرض الأسر المنتجة بالأسمرات ووجه بتوفير كافة الإمكانيات للأسر المنتجة، وأدار الرئيس حوارا مع أهالي الأسمرات حيث سألهم على أحوالهم في المساكن الجديدة فضلا عن الأوضاع المعيشية. كويس قوي. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. السلام عليكم. عاملين ايه؟ احنا اللي سعداء ان احنا نشوفكم. احنا اسعد. ده شغلكم؟ احنا هيئة مؤسسة الثقافة. ايوه. اتعلمنا النحت بالنحاس ونطلع الاشكال، ننحت على النحاس نطلع الاشكال دي ونقطع الخشب ونحط الطباعة والرسومات اللي احنا عايزينها. كويس. كم حد شغال معاكي؟ احنا 7. 7. وفي مكسب ولا مفيش؟ بصراحة الحمد لله. والحمد لله على كل حال، بس فاهمين؟ الحمد لله ماشية. ماشي. ده كله شغل يدوي معمول بالكروشيه، والشنطة دي معمولة دي بواقي القماش مش كده؟ دي بواقي القماش. فعملنا بالشكل ده بيها، وده خيط الكروشيه، والشنطة دي معمولة بخيط الكروشيه ومقطعينها بالخرز. وانت معاكي كام واحد بيشتغل معاكي؟ لا احنا كتير. ما شاء الله. احنا الأول كنا 10 وكنا متدربين في قصر الثقافة، ودلوقتي ان احنا كل واحدة فينا ممكن تمسك فريق تدربه. والامور ماشيه كويس؟ والامور الحمد لله. وكل شهر بنعمل معرض هنا هو في المجمع الخدمات اللي هنا، كل شهر بنعرض المنتجات بتاعتنا وبتتباع الحمد لله. يعني فاهمين؟ يعني الحمد لله تمام. طيب كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. دي مادة اسمها الريزو، عبارة عن قوالب سيليكون بنحط فيها المادة، بعد كده بنحط أي شكل احنا عايزينه، بنحط عليه المادة الصلبة.
ومعاكي كام بقى شغال معاك؟ احنا 7. 7. دلوقتي كل واحده معاها فرقه بتشغلها مشغلة. ده كلهم من اهالينا اللي موجودين في تمام. مش كده؟ في الاسمرات. وبرضه الشغل ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي تمام. لا صحيح. والله كنت قلت لي كده عشان انا موجود. لا والله يعني حضرتك لهم. شرفنا بيك والله. ربنا يكبر خاطرك، شاكرين. والدنيا ماشيه كويس في السكن ده؟ طبعا الحمد لله الدنيا صحيح. تمام والله. طبعا احنا كنا فين والحي موفر لنا كل حاجه، بس حسن ربنا يبارك له معانا في كل حاجه والله. بجد فعلا وفر لنا كل حاجه. ان كفايه الامن والامان وتوفير في كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين. لا شكر لله، شكر لله. السلام عليكم. السلام. كم حد بقى شغال معاك؟ احنا 7. برضه 7. احنا كنا 10 بس في يعني كده بقينا 7. بتعملوا الحاجات دي والبلوجرات؟ انا ده شغل ايديا ودوت بنعمل شنط برضو كروشيه، وبنعمل برضو يعني طرز يدوي وكل حاجه يعني احنا بنعملها وبندخل دخل البيت عندنا ولادنا، بنعمل كل حاجه لاولادنا برضو. وفعلا في دخل كويس؟ في كويس الحمد لله. الحمد لله. هو الحمد لله دايما الحمد لله. بس عشان اعرف يعني. لا الحمد لله. صحيح. استاذ حسن موفر لنا خدمات كتيره وفي تسويق. موفر لهم النقد الخام وبنشغلهم وبندربهم وبيشتغلوا جوه البيت. ده شغل داخل البيت ده عشان يبقى في اسر تمكين اقتصادي اكتر. طيب احنا بس عايزين برضه لو هم احتاجوا ان احنا نجيب لهم حاجه يعني يطور حاجه نجيب لهم. واحنا محتاجين مكان فخامتك يتدربوا فيه يبقى موجود ليهم لشغلهم. في مكانين عندي فخامتك ممكن نخصصهم لدولتك فضيلتك ونشغلهم فيه. طيب هيكسبوا كتير. طيب حاضر. السلام عليكم. جوه مش كده؟ يا فندم. طيب حضرتك يا ريس احنا متشرفين بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. الوان جميله. ربنا يخليك يا ريس. اتفضل. كم شغال معاكي؟ معايا 10. 10. ده فستان وكوفيات وبدخل دخل البيتي كويس. حسنت من دخل الحمد لله. وال10 تمام. مش كده ولا بس انت؟ لا تمام. 10 معايا. وبنشكر قصر الثقافه اللي وفر لنا الخامات اللي احنا اتعلمنا فيها، وبنشكر استاذ حسن جدا. الحمد لله يعني الوضع كويس جدا الحمد لله. وحضرتك طيب. السلام عليكم. برضه اللي معاكي قد ايه؟ انا معايا 7. 7 برضه. يعني تقريبا من 7 ل 10 اهو. يا فندم معلش كده. احنا بنشكر حضرتك بصراحه ان انت حضرتك وفرت لنا حياه كريمه لينا ولعيالنا. ربنا يحفظك. وبنشكر برضو قصر الثقافه وبنشكر استاذ حسن اللي هو هيقولنا ان احنا نعمل حاجات يدويه في البيت وبنعمل شغل حاجات كتيره. بصراحه ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويبعد عنك العيال الوحشه. تعليمات فخامتك اصبحوا اكثر من 1400 اسره متدربه داخل الاسمرات. وبنسوي احنا بنصدر النهارده للمملكه العربيه السعوديه سبح. بنصدر 38 شهر ملابس داخليه اطفال المانيا من داخل الاسمرات. بنصدر سجاديه لوح حديد برضه من داخل الاسمرات لاسبانيا وامريكا. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة جهود تنظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ومحافظي الجيزة والقاهرة. صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة وتتمتع بإطلالات على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار، موضحا أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقا لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع شهد أيضا استعراضا لعدد من الأصول المميزة التي تتبع عدد من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء
بأن الاجتماع شهد استعراضا لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمحافظة في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك لمشروع الأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل خدمات النقل الذكي، بالإضافة لمناقشة أعمال تنسيق المواقع والإضاءة للميادين ومستجدات المنظومة الأمنية الموحدة بالمحافظة، فضلا عن منظومة الرصد المرئية على مستوى جميع مدن المحافظة، بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة ومنظومة تأمين خطوط السير الحافلات السياحية، وكذا تأمين مدينة سانت كاترين ضمن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم وغيرها من مدن المحافظة. قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيارة صباح اليوم لمحافظة الغربية يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. قاموا بجولة تفقدية بمجمع الصناعات النسيجية والمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى. استهل الوزير الجولة بزيارة فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستعرض الخدمات التي يقدمها الفرع، والتي تشمل خدمات رخص التشغيل والسجل الصناعي. كما استمع الوزير لمطالب المستثمرين الصناعيين متلقي الخدمة بفرع الهيئة، ووجه بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات لكافة المستثمرين بما يعطي دفعة لسير العمل وتسريع عجلة الإنتاج. تفقد الوزير مجمع الصناعات النسيجية، ويضم أكثر من 600 وحدة صناعية متخصصة، وهو مصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الإنتاج داخل الوحدات، بالإضافة إلى توافق مساحات الوحدات مع طبيعة الأنشطة المقامة بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات داخل الآلات والمعدات. ومشيرا أيضا إلى أن نسبة الإشغال بالمجمع تبلغ 54%. نوه وزير التجارة والصناعة إلى أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام حق الانتفاع وبأسعار مناسبة. كما تفقد الوزير عددا من المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى والمتخصصة في الصناعات النسيجية، والتي تصدر إنتاجها لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تفقد الوزير أحد مصانع ملابس الأطفال التي تصدر لأشهر الماركات العالمية. من جانبها أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة قامت برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المجمع الصناعي، وجاري حاليا إنشاء محور مروري جديد يسمح للشاحنات بالوصول إلى المنطقة الصناعية دون المرور بقلب المدينة، الأمر الذي يوفر في الوقت والتكلفة للمستثمرين ويقضي على الازدحام المروري. تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مراحل إنشاء مركز استدامة لتمكين المرأة الريفية بقرية حنون مركز زفتة، ليصبح المركز المتكامل الأول لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وفق مقومات أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وما شملته من خطط للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. استمع محافظ الغربية لشرح تفصيلي عن مراحل إنشاء المركز وما تم إنجازه حتى الآن من هذه المراحل. كما استمع محافظ الغربية لشرح تفصيلي حول مستهدفات المركز، وهي توفير 400 فرصة عمل مباشرة سنويا للسيدات المعيلات من أهالي قرية حنون والقرى المجاورة، وكذلك 1000 فرصة عمل غير مباشرة ل1000 راغب في العمل من أهالي المنطقة. كما يعمل المركز على إحياء الحرف التراثية ودمجها مع الحرف غير التقليدية وتحويلها لصناعات إبداعية قابلة للتوسع، إلى جانب تشغيل أكبر عدد من المواطنين وبشكل مستدام يحافظ على البيئة. في الدقهلية قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجولة تفقدية صباح اليوم بمستشفى المنصورة الدولي للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى شملت قسم الأطفال وعناية الأطفال، وقسم علاج الأورام وعناية جراحة القلب والصدر للأطفال، والصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى. وجه المحافظ مدير المستشفى الدولي بسرعة وضع حلول جذرية بمشاركة المجتمع المدني لأهالينا المغتربين المرافقين للمرضى والمقيمين إقامة كاملة على أرصفة المستشفى،
وليس لهم حق المرافق مع المريض نظرا لوجوده داخل العنايات المركزة أو أثناء إجراء العمليات الجراحية المطولة، وذلك من خلال توفير سكن ملائم أو استراحات بأجر رمزي قريب من المستشفى، بالإضافة لتوفير أماكن انتظار مجهزة داخل ساحات المستشفى لأهالي المرضى المترددين للزيارة، وذلك للحفاظ على النظام في المستشفى وداخل الأقسام. في الدقهلية أيضا يواصل فرع ثقافة الدقهلية فعالياته بليالي رمضان الثقافية والفنية باستاد المنصورة الرياضي، والتي شملت فقرات وتضمنت لقاء شعريا للشاعر علي عبد العزيز وفقرة غناء للإشارة لفريق موهوبين قصر ثقافة المنصورة، وألعاب لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وعرض فني لفرقة علي مبارك للسيرة والموال، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم، وبحضور عمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، وتامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضي، ومحمود هاشم مدير بيت ثقافة علي مبارك. إلى محافظة المنوفية، حيث التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه أسرة كفر الخضراء من الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة الباجور عقب استغاثتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. استمع المحافظ لمطالب الأسرة والمكونة من 7 أفراد منهم 4 أولاد بمراحل التعليم المختلفة تعاني الأسرة من ظروف اجتماعية وصحية صعبة وليس لديهم مصدر ثابت للدخل يعينهم على ظروفهم اليومية، حيث قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية عاجلة من لحوم ومواد غذائية وبطاطين تساعدهم على تلبية متطلبات حياتهم المعيشية، كما وجه بترميم وإعادة تأهيل منزلهم، وذلك بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير مسكن ملائم وآمن لهم لتحقيق حياة كريمة لهم. هذا وأعربت الأسرة عن سعادتهم بتلك اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية وحرصها على الاستماع لمطالبهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم. في كفر الشيخ تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ بجوار دوران 47 اليوم الخميس، وذلك للاطمئنان على توفر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية. يضم المعرض 40 جناحا تشمل السلع الغذائية ويمش رمضان والتمور والمنظفات واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة. كما تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ هيبر القوات المسلحة غرب مدينة كفر الشيخ للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين. كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بعدد من المواطنين الوافدين على المعرض واطمأن منهم على جودة وأسعار المعروض من السلع، مشيدين بما يحتويه المعرض من سلع بأسعار مخفضة. وصرح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إلى أنه تم افتتاح 19 معرضا بمدن المحافظة، إضافة إلى 3 معارض للتربية والتعليم، وكذلك مرقة المنطقة الشمالية ببلطيم وهيبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ. على صعيد آخر تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة طريق محلة موسى سخا من امتداد طريق صبري القاضي وحتى موقع السجلات بمحور العائلة المقدسة، وربطه برافد الطريق الدولي كفر الشيخ طنطا مرورا بالإسكان خلف جامعة كفر الشيخ. كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال الرصف التي يشهدها تقسيم المحافظة وتوسعة الطريق المجاور لشريط القطار وتحويله لاتجاهين ومده لربطه برافد الطريق الدولي كفر الشيخ بلطيم وطريق كفر الشيخ دسوق. كما تفقد المحافظ توسعة ورصف الطريق بين التجمع السكني الجديد غرب مدينة كفر الشيخ وربطه بامتداد طريق صبر القاضي وتمهيد الطريق وتوسعته بين الإسكان الاجتماعي وربطه بمحور سعد زغلول. كما تابع الأعمال الجارية في توسعة شارعي الخليفة المأمون وعبد الهادي راضي موجها بسرعة الانتهاء منهما لتيسير الحركة المرورية للسيارات وتسهيل حركة المواطنين.
وصلنا لأخبار الطقس. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات الدلتا بيانها كالتالي: